الفيديو بتاع النهارده حاجة على الرايق كده. معاك هارد ديسك بتاع كيسة وعايز تنسخه على هارد تاني بنفس البيانات بنفس الويندوز بنفس الداتا بنفس كل حاجة. تعمل ايه في الحالة دي؟ ماشي. اول حاجة هتنزل ويندوز 10 على كيسة تكون شغالة عندك، وهتنزل البرنامج ده ميكرم ريفلكت وهتفتحه. كده البرنامج حمل معانا، هيبدأ يقرا معاك. هتوصل التلات هاردات في الجهاز: الهارد الماستر بتاعك الرئيسي، والهاردين اللي انت عايز تاخد نسخة منه تحطها على الهارد التاني. انا مثلا عايز انسخ الهارد ده عايز احطه على الهارد ده. طب اعمل ايه؟ هروح دايس على الهارد ده كده واقول له كلون ذا ديسك. هيفتح لي القائمة التانية دي، هيقول لي سيلكت ديسك كلون 2. انت عايز تنسخ الهارد ده على فين؟ هدوس عليه كده واختار الهارد التاني ده. جاب لي الهاردين تحت بعض. طب كده احنا خلصنا؟ لا، ما خلصناش. هاجي فوق هنا كده على الهارد الاولاني وادوس عليه بالماوس واسحبه على الهارد اللي تحت. اسحبه واسيبه عليه اوتوماتيك. قسم لي المساحه. خلصنا كده؟ لا، لسه ما خلصناش. هاجي تحت على كلمه نيكست وادوس عليها نيكست. كده جاب لي ان هو هيبدا يشتغل وينسخ في الهاردين اللي هما موجودين عندي دول. طب اعمل ايه؟ اقول له فينيش. هيجي لي هنا، هيجيب لي القايمه دي، هيقول لي سيف باك اب ولا رن. هسيب كلمه رن باك اب دي موجوده واقول له اوكي. جاب لي الرساله دي ان في ملفات على البارتيشن عايز يعمل لها البارتيشن التاني اللي احنا عايزين ننسخ عليه. هعلم هنا كده واقول له كونتينيو. تمام. اوكي. طبعا النسخ ده هياخد له حوالي ساعتين معاك. طبعا هندوس فينيش، هنلغي السيف باك اب دي ونقول له اوكي. هيبدأ يعد معانا من 1 ل100. طبعا الهارد عشان يتنسخ بياخد له على الاقل خالص ساعتين. طبعا هنبص العداد هنا 0%. طبعا ما نقلقش خالص، نسيب الجهاز بقى ونعمل اي حاجة تانية، ونسيب الجهاز لحد ما يخلص خالص. تمام. وهتلاقي الجهاز بعد ساعتين خلص ونقل معاك الهارد بنفس الصيغة بنفس كل حاجة بنفس الويندوز بنفس الداتا بنفس الباك اب بنفس كل حاجة. ده ينفع في حالة ايه بقى؟ لو انت عندك سيرفر، تمام، عامله بره في مكان سيرفر محلي، اي سيرفر شركة، اي حاجة، والهارد ديسك بتاعك عليه نسخة سيرفر مهمة ومش قادر ان انت تشوف لها حل. تقدر تاخد لها باك اب بنفس الطريقة دي. طبعا هو لحد دلوقتي لسه العداد معدش 0%. تمام. لكن هو بيعد بس بطيء جدا. يعني ممكن مثلا بعد 10 دقايق مثلا يعد معاك 1% مثلا دلوقتي. طبعا العداد ظهر معانا اهو 1%. طبعا هيقعد على الوضع ده كده ساعتين عشان ينسخ الهارد ده من ده لده. طبعا ما حدش يقلق، بس ده البرنامج الوحيد اللي مضمون اللي يقدر ياخد لك باك اب اصلي من الهارد من غير ما يوقع لك داتا خالص، ويقوم بنفس السيستم بنفس كل حاجه. انا جربت برامج كتير جدا، جربت نورتون جوست، جربت ديسك كلون، جربت ايمج تو ايمج، كذا برنامج جربت. ده الوحيد اللي عملي فعلا، وحبيت اقدمه للناس عندي على القناه عشان الناس تستفاد. ماشي. الفيديو ده حصري على قناه محمد البجاوي.